اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من يوميات آية، ودي قناتي. زي ما انتم شايفين كده، حبينا نحضر مع بعض غدا النهاردة. بس قبل ما نبتدي، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. مش مشتركة في القناة، انزلي ودوسي على كلمة اشتراك وزرار الجرس للكل عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، احنا عملنا النهاردة الممبار. اشتغلنا على كيلو ممبار. بصراحة عملناه بتتبيلة وطريقة، بصراحة زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو هو بيتكلم عن نفسه. معايا هنا كيلو من الممبار، طبعا انا منضفاه وهو جاي لي طبعا من الجزار نضيف اصلا، بس انا بشيك عليه ولسه كمان هديله دش نظافة قدامكم دلوقتي عشان اي زفارة يشيل اي زفارة واي روايح. معايا هنا كيلو من الطماطم، ومعايا كزبرة شبت بقدون لا بقدونس لا كزبرة وشبت، ومعايا 4 بصلات حلوين مفرومين، ومعايا قرنين فلفل حامي وبارد وفلفل وفيهم قرن احمر كده، ومعايا كيس صلصة كده. ممكن لو معاكي صلصة علبة تاخدي معلقة كبيرة، ومعايا ملح ومعايا خل. طبعا انا نزلت عليهم بكوباية خل ونزلت عليهم بنص كوباية ملح كده، وهفضل ادعك الممبار ده، ادعك فيه لحد ما يبقى فل. حد شايفين الخل بيض معايا ازاي مجرد ما حطيت الخل فيه. وهسيبه يجي نص ساعة كده محلول النقع كده على بال ما اعمل طبعا الحشو بتاع الممبار. هفضل ادعك فيه كده بايدي لمدة 5 دقايق، وبعد كده هركنه على جنب بقى، وهنشتغل على البوتاجاز كده هنشوف هنعمل التتبيله اللي عملناها القمر دي ازاي. اقسم بالله كان طعمه فظيع، مش قادره اوصف لكم. هنا اول حاجه هجيب شفشق الخلاط، وهنزل بالكيلو طماطم معايا، وهضيف بقى بشفشق الخلاط ده، هضيف القرن الفلفل الحامي والبارد والصلصه وهضربهم ضربه حلوه كده، وهرجع لكم بعد كده اشوف هنضيف ايه كمان تاني عليه. وهحط معلقة توم مفروم. كل ده هضربه في قلب الخلاط كده، وخلاص كده احنا رحنا ضربناهم في قلب الخلاط. انا ما صورتش، ما بحبش اصور وانا بخلط الحاجة عشان ما ياخدش وقت من الفيديو وكده، عشان حبايبنا اللي بيزهقوا من الفيديوهات الطويلة. بس انا بحب اشرح لكم تكاية بتكاية كده عشان خاطر مفيش حاجة تبقى صعبة عليكم وتبقوا فاهمين. حتى لو البنات الحلوين سنة اولى مطبخ كده تبقى الحاجة سهلة عليهم. فاحنا كده خلاص، انا نزلت معايا حله ونزلت بحبه زيت حلوين وحته ليا كده، وانا محتفظه بيها في الفريزر بصراحه، بحتاجها في حاجات وحاجات. ونزلت بالبصل اللي انا فرماه، ممكن تقطعيه تقطيع صغير عشوائي بالسكين عادي مفيش اي مشكله، بس انا الكبه بتسهل عليا. فرمتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بالبصل ونزلت عليه بمعلقه فلفل اسود، وهفضل اشوح في قلب البصل. انا عايزه البصل في الحته دي يدبل بس، مش عايزاه يحمر خالص. يعني انا عايزاه يدبل دبلان بس، مش عايزاه يحمر. هتشوفوا دلوقتي النتيجة اللي هوصل لها. وفي ناس بتحب الخلطة دي بتحط البصل كده على الرز، على الكزبرة، على التوابل، هي ونية كده وبتحشي. بصي هي في الحالة دي ودي، بس انا طبعا بفضل الوصفة دي. بعد كده خلاص البصلة دبلت معايا، ده بقى هي ما حمرتش عشان احنا حاطين البصل احمر. بعد كده هنزل بشفشق الطماطم اللي كان معاه، اللي عليه الفلفل البارد والحامي وقرن الفلفل الاحمر، وعليه معلقه ثوم مفروم. هفكركم تاني اهو. هننزل بيه كده، وحطيت انا معلقه سكر عشان خاطر حدوقة الطماطم وكده. وكان برضو في الطماطم حطينا معلقه صلصه، اللي هو الكيس اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده شايفين الممبار، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بصراحه. هوريكم طريقة قلبة. ممكن تجيبي العود شيش طاووق كده وتعمليه زي ما انا بعمله كده، بس بالراحة، وبتقلبي لحد ما توصلي لاخره، وبعد كده بتقلبي. انا وفرت على نفسي، قطعته كده زي ما انا عايزة في الاول صغير، وبعد كده قلبته. هوريكم طريقة تاني ممكن تقلبوها تحت الحنفية كده، هتسهل. دي اسرع بصراحة بالنسبة لي، سهلت عليا كتير. شايفين بجيب الممبار كده وباخد من بره لجوه، وبعد كده ايه، شايفين انا بقى ممكن تحت الحنفية مية جارية هيسهل معاك. شايفين الممبار ابيض ونضيف ازاي وتحفة. شايفين ما شاء الله. بعد كده مش هستكفى بده كله بقى، انا هعصر عليه كمان ليمونة، وهسيبه على بال الصلصة بتاعتي ما تتسبك كمان. بصراحة ما كانش ليه اي ريحة زفارة. يعني لو انت ما بتحبيش الممبار، لو عملتيه بالطريقة دي هتعشقيه، لانه ما فيهوش اي ريحة، كأنك بتاكلي كده
مش عارفة يعني كأنك بتاكلي حاجة كده محمرة محشية رز، متدلش ان هي ممبار خالص. وبعد كده خلاص الصلصة اتسبكت معايا، وهجيب معايا الكيلو ممبار خد 3 كوبايات ونص رز من المعيارية، اللي هو مج الشاي العادي ده. يعني خدوا لحد اخر قطعة في الممبار، ما تبقاش رز معايا ولا حباية. وبعد كده نزلت بالشبت والكزبرة، وبعد كده نزلت بالصلصة، وهقلب الخليط ده مع بعضه كده. شايفين الصلصة اللي سخنة، وانا حشيت والله هو سخن. هفضل اقلب في الخليط ده. لو وصلت لحد هنا ما تسرحوش، ما تنسوش اللايك والتعليق الحلو واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة. لو اشتركت في القناة تنوريني وتشرفيني. بعد كده حابب نزلت بالملح، ظبطت الملح بتاعه خلاص كده. بصراحة ريحة الشطة اللي انا حطيتها في الطماطم اقسم بالله مخليها ريحة التتبيلة تحفة. وهجيب، انا بحب احشي الممبار كده، كل واحد وليه طريقة في الحشو، بس دي بتسهل عليا. شايفين انا بسرع بسرعة ازاي يعني ما بياخدش معايا وقت خالص خالص يعني خد معايا الكيلو يجي 20 دقيقة او نص ساعة بالكتير. نقطة هنا، انا ما بمليش الرز قوي. شايفين بيبقى يعني عشان لسه طبعا احنا حطينا الرز ني مش زي الحمام ولا اي حاجة، حطينه مش مستوي، فهو بيستوي عشان ما يفرقعش مننا. يبقى لازم تخلي فراغات في الممبار زي ما انت شايفين كده وتساوي، مش تحشيه قوي كده وزي محشي البتنجان ولا الكرنب ولا لا، يختلف. وبعد كده معايا حلة على النار، حاطه فيها بصل، ورق لورا، حبهان، وهي بتغلى اهو. شايفين اول ما بنزل من الممبار، بس معيش البخار والله انا مقربه الكاميرا قوي. اول ما بنزل بالممبار بيقفل معايا على طول. شايفين لانه الميه سخنه. هو ده المطلوب يعني، هو ده المطلوب. شايفين بصراحة وهو لونه احمر قبل. شايفين ما شاء الله. مجرد ما نزلته يعني الدهون اللي فيه دي في ناس بتحبه وتحشيه على جوه، لا انا ما بحبش الدهون دي. بحب اقلبه كده بعد ما بنضفه، واقلبه تاني اخلي الدهون من بره. وبعد كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني بعد ساعة الا ربع كده، انا اول ما غلي كده وطيت عليه النار عشان يستوي براحته. بصراحة بسم الله ما شاء الله، مفيش واحدة فتحت، مفيش واحدة ما استوتش بصراحة ما شاء الله. يعني شايفين زي ما انتم شايفين كده هو بيتكلم عن نفسه. طبعا انا الشوربة دي هرميها مش محتاجاها. طبعا هي شوربة الممبار بترمي اصلا، مش بنعمل بيها حاجة. وبعد كده معايا طاسة فيها حبة زيت حلوين كده عشان اعرف عشان طبعا نحمر الممبار بتاعنا كده ويطلع اللون اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده هنزل بالممبار كده وعلى زيت، مش هخلي الزيت يسخن قوي يعني، يا دوب كده هو يا دوب قايم بالسخونة وكده. هنزل بالممبار وهتشوفوه دلوقتي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وصلوا على الرسول كده زي ما انتوا شايفين كده خلاص الممبار اتحمر معانا. والله كان طعمه وريحته اقسم بالله تحفة تحفة. جربوه مش هتندموا بصراحة. في ناس بتعشق الاكلة دي وفي ناس بتحبها، بس انا واثقة لو عملتيها بالطريقة دي وبالنظافة دي هتحبيه. وبعد كده بسم الله ما شاء الله خلاص. شايفين براحتك اللون بقى، انا بحب لون ذهبي كده حلو هادي، ما بحبش لونه احمر قوي. وبسم الله ما شاء الله كان لون الرز جوه احمر زي ما فتحته لكم كده في اول الفيديو وشفتوه، هوريه لكم في اخر الفيديو كمان. بسم الله ما شاء الله يعني كان بيتكلم عن نفسه يعني. وكده خلاص نزلت بالطاسة التانية وهحمرها كده. وبعد كده هنرجع لكم بالشكل النهائي. وعملنا معاهم حبة سلطة خضراء، طلعنا حبة مخلل الليمون من اللي احنا خللناه مع بعضنا. بصراحة شايفين اللون بتاعه. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.